طبق من الاطباق الفلسطينيه واللي كتسمى المقلوبه. علاش كتسمى المقلوبه؟ لان كطيب في اناء واحد وكتقلب على هذا الشكل هذا، واللي كتجي رائعه وزوينه بزاف. وغادي نبارطاجي معكم الطريقه باش يجيكم الرز البسمتي طويل على هذا الشكل هذا وكيجي ناجح وزوين بزاف. كل ما غادي نحتاج واحد الطاروه ديال الماء ندير فيها الملحه والكمون البزايد والعطريه اللي غادي نخليها لكم مكتوبه لتحت. كنزيد الدجاج وكنغطيهم، كنخليهم يطيبوا من 20 حتى ل 25 دقيقه، ونحيد الدجاج ديالي ونحتفظ بالمرق نصفيه. وهنايا كنحتاج الرز البسمتي اللي كنغسلو 3 المرات ونخليه مرقد في الماء لمده 30 دقيقه حتى كيشرب وكيولي طويل. كناخذ البدنجال خيزو والبطاطا وممكن نزيد حتى الشيفلور وكنقليهم شويه في الزيت. كناخذ الطاوه ديالي كندير مطيشه كنفرشها من التحت بهذا اللي كتحافظ لي على الرز او على الطبق ديالي باش ما كيتحرقش. كندير شويه ديال الرز ديالي من بعد ما كنصفيه من الماء، وكنفرش عاوتاني شويه ديال الخضره، وكندير الدجاج من الفوق بحال كندير طبقات. كنغطيه كامل بالرز ديالي والخضره اللي بقاو، كنزيد عليه مرق الدجاج وكنخليه يطيب تقريبا 20 حتى ل 25 دقيقه. هنا غادي نحضر الصلصه ديال الياغورت، غادي نخليها لكم حتى هي مكتوبه تحت الفيديو اللي كتعطيه حتى هي واحد النكهه رائعه للرز. هنايا ان فوا كيطيب كندير واحد الاناء في وسط الطاوه ديالي وكندير فيه شويه ديال الزيت والفخار وكنخليه بحال كيتفيما، وكنقلب الطاوه ديالي. هنا ضروري من بعد ما تخليوه يتفيما تخليوه يرتاح باش كيشرب داك المرق كامل وكيجي زوين رائع بزاف، وكتجي فيه واحد النكهه زوينه بزاف ومدخن. وما بقى لي اما نقول لكم بالصحه والراحه وتبارك الله عليكم.